أنا سعيد اللي أنا في المغرب، وسعيد في الأيام الحلوة اللي أنتم فيها والإنجاز الكبير اللي عمله المنتخب المغربي، وحاجة بالنسبة لي يعني إحنا بنفتخر بالمغرب، لأن المغرب دي بالنسبة لي عشان تبقوا عارفين كويس الشعب الوحيد اللي وقف معايا في بداية حياتي من أول دايما دموع، كان هو الشعب اللي كان من عند ربنا كده اداني دفعة كده كبيرة. فأنتوا بالنسبة لي شعب مهم جدا وفي حياتي يعني بجد يعني بالأمانة. ومجيتي ليكوا هنا والله العظيم انا سايب حاجات مهمه جدا في مصر وجاي، رغم ان في صعوبات حصلت، بس ولا فارق معايا قد ما انا شايفكم انتوا هنا موجودين. انا المفروض كنت في قطر في البدايه، وكان عندي احساس والله العظيم، كنت حتى قلتها نيشان كده في الكواليس، قلت له انا حاسس يعني ان المغرب هتعمل حاجه مهمه جدا. وكنت كلنا كشعب مصري كنا بنتمنى لكل فريق عربي موجود ان هو في الاخر يبقى موجود وعامل حاجه مهمه، لان صدقني اي فريق عربي بيفرح كل بلد. انا بالنسبه لنا في مصر احنا كل منتخب بيلعب عربي احنا كان اكننا احنا اللي بنلعب. المره دي المغرب انا عندي احساس كبير قوي باذن الله، وفي مفاجاه على فكره. انا لو حسيت باذن الله انا يعني محضر يوم 6 ده، بقول يا رب ان شاء الله تعدي، ويوم 6 12 ده يبقى يوم يفرح كل الوطن العربي. وارد يبقى في عملوها الرجاله بس بالمغرب ان شاء الله.